عسلامة ومرحبا بكم. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، بوصفة البيتزا الصحية بدون فرينة بدون سميد. دونك نشوف مع بعضنا الطريقة والمقادير. دونك اول حاجة عندي لهنا شوية حليب، عندي مغرفتين بذور الكتان، كعب عظم، باكو خميرة خبز، عندي 2 مغارف زيت زيتونه، منكهات عندي كليلو زعتر وشويه ملح، عندي صحفه شوفان مرحي وصحفه شوفان كعب وصحفه فرينه القمح. دونك اول حاجه باش نبدا بها باش نحط كعبه العظم، باش نحط 2 مغارف بذور الكتان، باش نحط الملح والمنكهات نتاعي، الزيت زيتونه ولا حليب، ولهنا باش نحط باكو خميره حلويات، باش نحط الشوفان المرحي، شوفان كعب، وباش نحط فرينة القمح ونرحيهم الكل مع بعضهم، ونزيد نضيف عليهم الماء. كل مرة نزيد نضيف شوية حتى لين تترحى معايا البات وتولي بالطريقة هذه، ونخليها تخمر اكوتي. لهنا باش نحضر الصوص بيتزا، حطيت طماط فريش، حطيت معها الثوم باش نرحيها، ومن بعد باش نفوحها ملح وفلفل اكحل وشويه فلفل احمر. كيما نعرفوا الطماطم فريشكا ما فيهاش لون، بالطبيعه زيت زيتونه والمنكهات اللي نحبوا عليهم نحنا نحطوها تطيب. بعد ما تخمر البات كما تشوفوا بالطريقه هذه، كيف ما نعرفوا الشوفان يشرب الماء، باش نزيد نضيف عليها شويه ماء ونخلطها مليح مليح حتى لين تولي بالطريقه هذه كما تشوفوا. ونسخن المقله متاعي ونحط البات كما تشوفوا لهنا، ونعاونها شويه باليد، تبلوا يديكم بشويه ماء وتعاونوها بيديكم. كيف تحسوها طابت على الكوتي الاولى تقلبوها كما تراو لهنا بالطريقه هذه، وتزينوا باللي تحبوا. انا عملت صوص تومات، عملت شويه ليغو، وعملت جامبون، وعملت الموتزاريلا. وهذه كانت الريسيت نتاعي، ان شاء الله تعجبكم. شهيه طيبه للناس الكل.